بطل من أبطال السينما وموهبة غير عادية، حقيقي المشاعر، ارتجالي في كلامه اللي ما يتوصفش ولا في إحساسه الكبير اللي مش بنصدق إنه تمثيل. أب حنين هو المبدع والعبقري ماجد الكدواني. ماجد نبيل الكدواني ولد في 10 ديسمبر عام 1967 في شبرا. والده هو المهندس نبيل الكدواني صعيدي الأصل من ديروت بأسيوط. والده هو مصمم مسجد الدولة بالكويت، ووالدته من شبرا وكانت تعمل مديرة مدرسة. زوجته هي سيلفيا وليس لها علاقة بالوسط الفني. أبنائه هم يوسف وساندرا اللي فاجأته بأدائها المتميز لأغنية بنت أبويا في لقائه الأخير مع صاحبة السعادة اللي بتقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس. صوت رنت المفتاح في الباب ساعتها ما توصل، ومكلمة نص اليوم لما من غير يا روحي يسأل. سافر ماجد الكدواني في 1971 لدولة الكويت نظرا لظروف عمل والده، وعاش هو وأسرته هناك حتى عام 1985، فهو عاش 14 سنة بالكويت، وعاد إلى مصر مع أسرته ودرس الفنون الجميلة في جامعة المنيا، وحصل على البكالوريوس فيها قسم الديكور والمسرح والتلفزيون. وفي آخر سنة في كلية الفنون طلب منه من لجنة التحكيم في فنون وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي أن يقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن عاقته تأدية الخدمة العسكرية عن التقديم. ولكن حدث ما لم يتوقعه، فأثناء الكشف الطبي أخبر الطبيب أنه يرتدي نظارة وأن وزنه زيادة، ولكن رد عليه الطبيب ان ده مش بيعوق الخدمة العسكرية، فاستسلم ماجد الكدواني لمشيئة الله. ولكن بعد ذلك اكتشف الطبيب ان ماجد يعاني من تهتك في الأربطة، وذلك بسبب حادث له حصل من 12 سنة أثناء وجوده بدولة الكويت وهو صغير، عندما كان يمزح مع أخ لصديقه والذي انتهى بكسر قدمه، وعندها أخذ إعفاء من الخدمة العسكرية ليكون لنا الفنان الكبير ماجد الكدواني. بدأ ماجد الكدواني مسيرته الفنية بعدد من مسرحيات الهواة، وبعدها شارك في الأعمال التلفزيونية مثل القنفذ ونحن لا نزرع الشوك. يا ميت مسا على عيونك كويس. اشتهر بتقديم الكثير من الأعمال الكوميدية والدرامية زي جيف السريع، الرهينة، طير انت، لا تراجع ولا استسلام، هبتة، والأصليين، وعسكر في المعسكر. حاجة اللي وديك رن. شارك في حوالي 48 فيلم سينمائي زي تراب الماس، طلق صناعي، قبل زحمة الصيف، ساعة ونص، الفرح، شباب تيكاوي. وشارك كمان في عدد كبير من المسلسلات زي موضوع عائلي، الجزئين الأول والثاني، والذي أبدع بدور الأب. رمضان بطل الحركات اللي انت بتعملها دي، الحركات دي هتخلي زينب تشك اكتر، وزينب لو شكت هتنخرب اكتر، وزينب لما تنخرب هتعرف ان انا عيان. نحن لا نزرع الشوك، جسر الخطر، زيزينيا، وأرابيسك، ومسلسل ولاد ناس. أغلى حاجات في حياتنا ما دفعناش فيها ولا مليم، وأتفه حاجات في حياتنا دفعنا فيها فلوس كتير قوي. شارك في مسرحية شبورة، بالو بالو، الإسكافي ملكا. في الرسوم المتحركة قدم شركة المرعبين المحدودة وافهمني شكرا. مكالمة تليفون فرقت في حياة ماجد الكدواني، وهي مكالمة الزعيم عادل إمام، وده بعد فيلم جاي في السريع واللي تعرض لبعض الصعوبات في السينما ولم يحقق نجاحه المنتظر، فقال له الزعيم مثل بس وسيب السوق يحطك في المكان اللي عايزك فيه. وكلام كتير أثر في ماجد الكدواني واللي اعتبروا رسالة من ربنا على لسان الزعيم. علاقة قوية وصداقة دائمة، حب عميق وعشرة سنين، أكثر من 25 سنة صداقة قوية بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، ثنائي لا يتكرر. شاركوا في أكثر من عمل زي حرامية في KG2، حرامية في تايلاند، نادي الرجال السري، الاختيار، البعض لا يذهب للمأذون مرتين. حصل ماجد الكدواني على جوائز كتيرة، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما عن مسلسل موضوع عائلي. وما زال ماجد الكدواني يمتعنا بفنه وإبداعه.
لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشير أفلامين عكس التيار.